الان وجاءت بهذه العمليه الهجوميه من الجهه اليسرى، المحاوله بهذه الكيفيه من اسامه سكحان، رفعها داخل منطقه الجزاء، ما كانش فيها تسلل في هذه اللقطه. وشوفوا الطريقه اللي جات من خلال التمريره العرضيه، لاحظوا كيف رفعت كيف نفذت، ثم بعد ذلك في الدفاع الحسن الجديد والمغرب التطواني. كره عمليه هجوميه داخل منطقه الجزاء، راسيه، فرصه تدخل ديال الحارس صويبه، جول الوداد. اذا وامي تحضير من الجهه اليمنى صوب الزمراوي، محاوله اللحاق بهذه الكره بالفعل، انطلاقه عن طريق زكريا فتحي، تمريره عرضيه داخل منطقه الجزاء، فرصه الوداد، كره تصويبه، جول ريمونتادا وداديه بملعب العربي الزولي. الوداد من السعيد، والترتيب ماذا يقول الان؟ الترتيب المؤقت، نهضة بركان 59 نقطة في المركز الأول بحكم التقدم والانتصار الحالي على حساب فريق المغرب التطواني، والوداد ثانيا 4 فريق الوداد. يحيى بن خالق، هذه فرصة، محاولة تسديد، فرصة تصويبة، جول أبناء الرباط يعودون، أبناء الرباط يعودون هنا في مدينة الدار البيضاء، يسجلون 2-2 النتيجة المسجلة طريق هذا السرغات. هذا هو السعيد. شوف الطريقة اللي جت من خلال الكرة والعملية الهجومية، من بعد ذلك التحضير، التأطير، التصويب في الزاوية البعيدة، في الزاوية البعيدة يسجل هذا الهدف. من سجل من وضع الكرة هو سفيان